بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنعمل رز بالخضار، او زي ما انتم شايفين حلو جدا. يلا بقى نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة هنجيب حلة ونحط فيها زيت اهو. انا حطيت فيها زيت، وبعدين دلوقتي هحط توم ونبدأ بقى نحمر التوم. اول بقى ما نشم ريحة التوم هننزل بالخضار. زي ما انتم شايفين ده خضار مشكل، بيبقى مجمد. هقلبه مع التوم، اخليهم بقى يتحمروا. اهو زي ما انتم شايفين الخضار اتحمر اهو. دلوقتي بقى هننزل بالرز، ده تقريبا كوباية الا ربع. هننزل بقى عليهم بالمية اهو. زي ما انتم شايفين المية تبقى فوق الرز بحتة صغيرة كده. دلوقتي بقى نحط توابل ملح، فلفل اسود، وبهارات تندوري وكاري اهو. بيبقى لونها عامل كده، ودي حتة ماجي اهو. دلوقتي بقى انا هقلبها، وحطيت شوية لبن. دلوقتي هقلبها كويس، وبعدين لما تبدأ تغلي هغطيها. زي ما انتم شايفين اهي بتغلي. دلوقتي هغطيها، احط البتاعة دي من تحتيها، وانا موطي النار على الاخر اهو. دلوقتي بقى هسيبه يستوي. زي ما انتم شايفين الرز خلاص قرب يستوي، يعني لسه مستواش اهو. هديله تقليبة، هو لسه معجن. انا استناه يتشرب الماء اللي فيه. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وسبسكرايب للقناة. روحوا على البيج بتاعتي على الفيسبوك اسمها يوسف تشانل اهو. زي ما انتم شايفين انا هقفل عليه واسيبه شوية اهو. هو دلوقتي استوى، شايفين شكله. انا بغرفه واوريهولكم اهو. هو ده شكله. متنسوش بقى تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وكومنت وشير للفيديو. روحوا على البيج بتاعتي على الفيسبوك اسمها يوسف تشانل، صورتها نفس صورة القناة. باي باي، اشوفكم في الفيديو.